محدش يلعب بالهرمونات. احذر كل ست بتاخد ادويه بتاع التخسيس، لان انا بجد شفت ناس راحت المستشفى بسبب ادويه التخسيس. محدش ياخد ادويه من دماغه، يعني فعلا حاجه قاتله. انا ممكن واحده تتصل بحد تقول لها انا عايزه اخس، انا خدت دواء فلاني مشي معايا، ممكن طبيعه جسم غير طبيعه جسم حد تاني. ليه؟ في العكس بقى، يعني انيل من كده بقى. واحده رفيعه عايزه تتخن، وده احنا شايفينه. يعني ناكل مفتقه وخلاص. لا، ده في الوصفات بقى الجديده. طب ما تاخدي كورتيزون. ده انا واحده صاحبتي خدت كورتيزون تمام، وجسمها ملا وشها بقى مورد وبقت زي القمر. الكورتيزون ده هرمون الجسم بيفرزه. محدش يلعب بالهرمونات. الكورتيزون ده من احدى التأثيرات بتاعته ان هو بيخلي الواحدة تملى، وتملى اسمه امتلاء كاذب. بتعبي سوائل، الجسم بيحبس السوائل. بس الاعراض الجانبيه بقى بتاعت الكورتيزون ايه؟ بيزود الشعر في الجسم، بيعمل حاجه اللي اسمها الاستريتش مارك. تلاقي الجسم كله بيتمدد وبعدين واستريتش مارك وخطوط كده. الخطوط دي ما بتروحش. تمام، بقت ايه؟ هتزعل بعد كده. يعني هي هتاخد الكورتيزون وتفضل طول عمرها ايه؟ زعلانه. الكورتيزون ده ما بناخدوش غير في حاجات علاجيه. يعني انا بينسحب من الجسم برضو بهدوء. بالظبط. يعني انا ساعه الكورونا اتحجزت في المستشفى وابتديت اخد كورتيزون. اما ابتديت اخد الكورتيزون ابتديت اخده بجرعات بالتدريج، وبانت عليا اعراض الكورتيزون، والواحد اتنفخ، وشه اتنفخ، وبطني اتنفخت، وعندي ستريتش ماركس لحد دلوقتي بسبب الكورتيزون. اما جيت ابطله، لا، بيتبطل على مدار شهر. طبعا الجرعه بتقل للنص، وبعد كده النص ده يقل للنص بالتدريج. لكن اللي بياخده من دماغه ده اللي هو اكنه بياخد حقن للبرد ولا ادويه للبرد ولا اي حاجه، لا، ده هيزعل جامد بعدين. ما هو دي بقى اللي هي مفيش ثقافه ازاي نتعامل مع كل حاله ليها الحاله بتاعتها. يعني بالظبط. الناس بتقول لك انا لسه هروح لدكتور واكشف واقطع كشف ومش عارف ايه. ما انا مش عارف مين اللي اعرفها خدت الكورتيزون ده او خدت الدواء ده. ما انت هتضري نفسك وتدفعي ثمن الكشف ده 10 اضعاف. بالظبط. انت هتاخدي حاجه مش موصوفه لك من دكتور، لا، ممكن قوي يعني تزعلي جامد بعد كده. فيعني نمشي في الخطوات الصحيحه. انت عايزه تعملي اي حاجه في جسمك، يبقى تروحي دكتور حد دارس، حد دارس، حد مختص، عشان يكتب لك الجرعات المناسبه ليكي، ويعني تبقي ماشيه ايه. وحتى لو حصل اي حاجه بعد كده تلاقي حد تلجئي ليه.